السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ طيب الحمد لله بخير. اليوم معنا اكس بونج نسيت اسمه. نبدأ فتح الصندوق، انبوكسنج، فتح الصندوق. الجهاز الحلو هذا. طبعا شوفوا شاهد معنا الهارد ديسك. خليني اوضح لكم. شوفوا المبلغ. هذا قيمة، هنا قيمة الجهاز وهنا قيمة الهارد ديسك. توشيبا وين توشيبا جهاز هارد ديسك توشيبا. طيب هذا هو الهارد ديسك. طيب الحين راح اوريكم الجهاز او راح اوريكم الجهاز. اجي هنا، فتحته من قبل لاني تعاقدت معه. يلا انفتح، يلا اني قدرت افتحه. طبعا الجهاز يجي هنا. عندكم انا اوريكم الاسلاك. عندك هنا السلك حق السلك حق الكهرب او السلك حق الكهرب، معروف السلك هذا. عندك يجي السلك هذا ما ادري. عندك برضو الشاحن، السلك اللي هذا تشبكه هنا. وهذا برضو سلك ثاني نفس الحكاية تشبكه هنا. كلهم اسلاك. معنا من هذا. اهم شيء عندنا الجهاز. طبعا الجهاز معالجه ما هو ذاك انا اخذته عشان تطوير للقناة، عشان بس تطوير للقناة وزي كذا. يعني ما خذيته والله عشان شيء معين، عشان العاب او عشان برامج تحتاج معالج اقوى. انا خذيته بس عشان تطوير القناة، بحيث اني انزل مثلا اشرح بعض الشروحات عن مثلا كيف في الايتوز او في اي برنامج، او اجيب برنامج زجاج حق كمبيوتر زي كذا. طيب هذا هو الجهاز. طبعا ما لقيت لون موفي واحمر، وما لقيت اللون المناسب، فاضطريت اخذ احمر. ما لقيت صراحة اللون شبابي مناسب، فاضطريت اخذ احمر. هذا هو الجهاز. طبعا الجهاز مفصول، ينضوي كذا عكس. خلينا افتحه. افتح بشويش طبعا. الحين راح اطلعه من الكرتون. راح ابعد شوي الكاميرا، شوي بس. شوف هذا هو الجهاز. طيب خلينا نفتح الجهاز واوريكم الجهاز. خلينا نبعد الاشياء هذه على جنب عشان يكون في مساحة نحط فيها نستعرض لكم الجهاز. طيب عندك هذا الجهاز. هذا هو الجهاز. تقدر طبعا شاشة لمس، تقدر انك تلفه بالشكل هذا، وتستخدمه بالشكل هذا، تستخدمه لمس. وهذا ما يميز هذا الجهاز انه ممتاز جدا. هذا الجهاز كويس، يعني كويس بالنسبة لي انا استخدامي بسيط، استخدامي يعني ما هو ذاك الاستخدام ما راح انزل العاب او برامج كثير.
وبعدين إذا بغيت أنزل ألعاب أو برامج راح أنزلها على هارد ديسك، راح أنزلها إن شاء الله، راح أنزلها على أي شيء، أي حاجة قوية، أي برامج أشياء قوية راح أنزلها على ديسك 1000 جيجا. فراح أقدر إني أنزل مثلا اللي أعرفه إنه يعني أنا راح أنزلها إن شاء الله. ممكن البعض يقول ما تقدر، أنا أتوقع إني أقدر أنزل، لأنه الهارد ديسك مثل الفلاش لكن حجم أكبر. فأنا في فلاش أقدر إني أنزل مثل جنجيت أكثر، أنزل البرامج، أختار أنزل برنامج من النت أو اللعبة، أختار المكان اللي ثبت فيه، أختار المكان اللي ثبت فيه الهارد ديسك. قد جربتها مع الفلاش، وضبط معي إنه اخترت مكان تثبيت الفلاش، ما اخترت مكان تثبيت الجهاز في الجهاز السابق عندي، ما جهاز قديم. هذا هو فتح الصندوق. هذا هو فتح الصندوق. شوفوا الجهاز من هنا، شوفوا الأزرار، ومن هنا الجهاز. طبعا هذا الجهاز من الخلف. عندك هنا حقات الصوت، هنا الأزرار، هنا تدخل فيها هنا اللي تدخل فيها هذا تدخل فيها الفار، لو في الماوس او الفار يسمونها. هنا زي هذه الجهاز يعني ما عليه كويس. هنا عندك هنا السماعات، برضو المدخل الثاني اللي هو مدخل USB، سواء فماوس او تشبك فيه جوال او شيء. هنا الظاهر يتقصص ودوفع، ما الظاهر يقصص ودوفع. عندك هنا ما عندي هذا الزر هذا على المدخل اللي يشغل الجهاز، هذا كان فتح الصندوق او انبوكسنج. ان شاء الله وفقت في هذا الفتح، فتح الصندوق يعني. لا تنسون اللايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله. تابعوني على جديدي، وتابعوني على شبكات التواصل الاجتماعي، راح تلقونها ان شاء الله في الوصف، راح تلقون شبكات التواصل الاجتماعي حقتي، ان شاء الله تلقونها في الوصف. بس مع السلامة.